ضربة البداية للمباراة. مباراة نتمنى أن يكون فيها الأداء ممتاز، ونتمنى أن يكون فيها الأداء مقنع، ونشاهد فرص وكذلك نشاهد أهداف على بركة الله. تأتي صافرة حكم المباراة حامد طالب لتعلن عن بداية المباراة، وأجدد التحية معكم معلقا للمباراة على الشمري، ولقاء لحسام الجولة 19، الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. كرخ يلعب من خلال هذه المباراة بمحمد شاكر، مجتبى صالح، عمر نوري، كارلوس كايو، لياندرسون، حسن خالد، أنس النوادر لاعب المغربي، وكريست، وكذلك مصعب جمال، إيدياني إيزي، وبنيامين أكور اللاعب المنتقل من فريق ديالى لفريق الكرخ. طبعا هذه المباراة الأولى لبنيامين أكور مع فريق الكرخ، وأمام فريقه السابق اللي هو فريق ديالى. تشكيلة فريق ديالى لمباراة اليوم: هذا يمن الزلفاني تفوق في المباراة الماضية، وحقق النقاط الثلاث الأولى، الانتصار الأول لفريق ديالى من خلال هذا الموسم. بينما تشكيلة ديالى لمباراة اليوم يلعب بوسام محمد، مقتدى حسن، أيمن بن محمود اللاعب التونسي، ولدينا أندريه إيفانز كذلك حاضرا اللاعب الواضح في الصورة. بينما هنا أحمد عبد الجبار مدرب فريق الكرخ، الآن هو المدرب الأول بعد ما كان هيثم شعبان، ويامن الزلفاني أتى خلفا للمدرب صادق حنون. وبالتالي الأمور لكلا المدربين لمباراة اليوم وبقية المباريات طموحات كبيرة بتحقيق نتائج. كذلك بالتشكيلة الحاضرة للمباراة ديالى: حيدر رسمي، حسين يونس، مصطفى مؤيد، مرتضى حسن، صديق جمال، وكولينز أوباري، وأنس مالك. كرة ملعوبة إلى جهة اليسار لمصلحة الكرخ، المحاولة مستمرة. بعد ذلك كرة بجهة اليسار، تمرير لكريست في الوسط، حسن خالد مرر الكرة، عودة مرة أخرى، الكرخ يحاول هجوم الآن إلى جهة اليسار، محاولة مستمرة، والكرة العرضية العالية، بعد ذلك الإبعاد، اصطدت الكرة وصلت لحارس المرمى. حارس المرمى وسام محمد. كرة ملعوبة بجهة اليسار، مجتبى، تمرير الكرة. بداية المباراة طاقم تحكيم اللقاء بقيادة حامد طالب وعلاء عبد الحليم الحكم المساعد الأول، والحكم المساعد الثاني رحيم فليح، والحكم الرابع أحمد جمعة، وحكام الفار لدينا محمد سلمان ووليد عبد سلطان. كرة ملعوبة في وسط الملعب الآن، هجوم، تمرير الكرة، عودة بالكرة مرة أخرى،
إلى الخلف، تمرير إلى جهة اليسار، أمامية الكرة عالية للأمام، ولكن وصلت لحارس المرمى وسام محمد. الدقائق الأولى 5 دقائق، لا أهداف لا خطورة على المرميين. المباراة تبدأ وممكن يكون تحفظ على مستوى خط الدفاع، وبالتالي المباراة ممكن أن تكون في الدقائق القادمة أفضل. تمرير لأندرسون، تمرير الكرة، تغيير اتجاه اللعب لمجتبى، عودة لكريست، كارخ، تبادل الكرات، بعد ذلك من ايزي لاعب النيجيري، كرة لياندرسون اقرب لمدافع فريق ديالا، وصلت لمصطفى، مصطفى مؤيد، ابعاد للكرة ومن ثم تترك الى خارج ارضية الملعب الى ركلة مرمى. هذا صديق جمال، بينما هنا لياندرسون، هذا صديق جمال. خطأ الآن، ركلة حرة مباشرة لمصلحة ديالا، تنفذ الكرة عالية، ابعاد بضربة رأسية، ايزي، إفياني صدت الكرة ومن ثم فيها ابعاد، تبقى المحاولة، ايزي، مصطفى مؤيد، لاعب سجل هدف من الاهداف الثلاث في المباراة الماضية، سجل الهدف الثالث في المباراة الماضية، سجل مع طبعا أوباري لاعب الحاضر من خلال هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية، لاعب الغاني الذي سبق وأن مثل فريق الزوراء. هنا الصافرة والخطأ، مصعب جمال، ركلة حرة مباشرة في وسط الملعب الآن، عمر نوري على التنفيذ، شوف الإعادة، وبالتالي الخطأ لمصعب جمال. أمامية الكرة عالية ومرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا مصطفى مؤيد، وبالتالي هنا كذلك واضح في الصورة أنس مالك، وسام، كرة ملعوبة الآن، أيمن، تمرير الكرة، أندريه إيفانز، لاعب اللي سجل في المباراة الماضية هدف التعادل في مرمى نفط ميسان، وبعد ذلك سجل أوباري، ومن ثم سجل مصطفى مؤيد. أمامية الكرة، هجوم الآن، وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس لمصلحة فريق ديالا. ابعاد للكرة من كارلوس كايو، لاعب البرازيلي، اللاعب الخبرة كذلك في دورينا، بينما هنا كذلك كريس لاعب الكنغولي، هذا البرازيلي كارلوس كايو. ولدينا ركلة ركنية الآن لمصلحة فريق ديالا، دقائق العشرة الأولى، لا أهداف في المباراة، تعادل بدون أهداف، مباراة حتى لم نشاهد فيها الفرص
ولم نشاهد فيها الكرات الخطيرة. ننتظر ونتابع. الكرة العالية ترسل للأمام والرأسية ممكن أن تكون حاضرة، ولكن إبعاد للكرة، وحكم المباراة يشير لوجود خطأ 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 خطأ. أوباري يطالب بركلة جزاء، ولكن حكم المباراة حامد طالب أشار لوجود خطأ لمصلحة الكرخ من خلال اللقطة الماضية. هذا أوباري اللاعب الغاني، والضربة الحرة المباشرة. شوف هنا يحتسب الخطأ، حكم المباراة يعود لاحتساب الخطأ. شوف هنا الكرة المشتركة، وهنا حكم المباراة طبعا هو صاحب القرار الذي يحتسب خطأ من خلال اللقطة الماضية لمصلحة فريق الكرخ. توجيهات مستمرة من أحمد عبد الجبار. محمد شاكر، ربما لدينا حكام الفار محمد سلمان ووليد عبد السلطان إذا ما كانت اللقطة فيها شيء. هذه الجماهير الحاضرة على المدرجات، تحية لجماهير ديالى العاشقة لهذا الفريق ومع الفريق أينما كان. شوف هو في الترتيب الأخير، ولكن جماهيره ما عندها يأس، وبالتالي تؤازر الفريق ومع الفريق في كل مكان، في كل مكان مع الفريق، تؤازر الفريق من أجل الحصول على انتصار ونقاط جديدة تضمن للفريق عسى وأن في المباريات والجولات القادمة يكون أداء الفريق أفضل ليكون حاضرا في الموسم الماضي وباقيا مع الكبار بدور الأضواء وبدور نجوم العراق. هذا ما تتمناه جماهير ديالى. حامد طالب يقول ربما لدينا عودة للفار، ربما لدينا عودة للفار، وهل لدينا من قرار؟ ننتظر ونتابع. محمد شاكر ما يتمناها وجماهير ديالى تتمناها، وبالتالي ننتظر شنو راح يكون عندما يشاهد الفار والعودة، هل فيها شيء؟ ننتظر ونتابع. حامد طالب حكم المباراة، توجيهات من يامن الزلفاني. أداء متصاعد لفريق ديالى، قدم أداء كبير في مباراة الزوراء اللي تعادل فيها، بعد ذلك المباراة اللي كذلك من خلالها حقق الانتصار على نفط ميسان. شوف هذه الكرة وهذه فيها أكثر من حالة، يعني ننتظر حكم المباراة، هو من سيقرر وهو من سيأتي بالقرار، سيتابع اللقطة بأكثر من زاوية، ولدينا يعني ربما أكثر من حالة في هذه اللقطة، ولكن الحالة لمن والخطأ لمن؟ هذا القرار لحكم المباراة، هو يشاهد وكذلك نحن نشاهد، ولكن القرار قراره. هل فيها خطأ لمدافعي فريق الكرخ أو ركلة جزاء لفريق ديالى؟ شاهد وتابع، شاهد وقرر وتأتي بالقرار. شوف يقول له ارجع فيها وخليني أشوف الحالة وأشوف. عزيزي المشاهد في أسفل الشاشة في اليمين لدينا غرفة الفار، محمد سلمان ووليد عبد السلطان، والإعادة وكذلك القرار الذي سيحتسب الآن. أعتقد خلاص يعني
شاهدنا اللقطة الأولى والثانية والثالثة، والآن يذهب إلى لقطة أخرى سيتخذ القرار الآن إذا فيها خطأ أو فيها ركلة جزاء. حامد طالب يتابع، هو من يعطي القرار. بالمناسبة الحكام الفار، شوف هذه اللي صار فيها تركيز، هذه اللي صار فيها تركيز، وهذه اللي فيها ممكن يعني حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء أو يبقى على نفس القرار باحتساب الخطأ لمدافعي فريق الكرخ. شوف الكرة كانت ما بين الغاني أوباري والنيجيري إفياني إيزي. ماذا يقول حكم المباراة؟ هل هي ركلة جزاء أو ماذا؟ حكم المباراة يقول ركلة جزاء لديالة، ركلة جزاء لديالة الآن. افرحي يا جماهير ديالة، افرحي يا جماهير ديالة، بعد العودة للفار يحتسب ركلة جزاء، يحتسب ركلة جزاء. شوف الإعادة، شوف هذه الكرة اللي كانت فيها دربكة، وبعد ذلك شوف إيزي هنا تدخل، وهنا بقرار من حكم المباراة بعد العودة للفار يحتسب ركلة جزاء، يحتسب ركلة جزاء. إيزي هداف الفريق ب5 أهداف يرتكب خطأ وركلة جزاء. كولينز أوباري، كولينز أوباري لمصلحة ديالة. هل يسجل لاعب اللي كما ذكرت سبق والمثل الزوراء اللاعب الغاني اللي سجل في المباراة الماضية؟ هل يفعلها للمباراة الثانية على التوالي؟ ولكن هذه المرة من ركلة جزاء. ديالة 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 كولينز أوباري أوباري أوباري، الله! البرتقالي، البرتقالي، وعن طريق الأسمراني، عن طريق الغاني كولينز أوباري يتقدم ديالة، يتقدم ديالة بأول أهداف المباراة. هدف 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 للضيف، هدف لكولينز أوباري. الغاني يتقدم، حط الكرة على اليمين وحارس المرمى على اليسار، وبالتالي هوبا في المرمى في المرمى في المرمى في المرمى. يتقدم البرتقالي بأول أهداف المباراة، وربما العودة لديالة من جديد، العودة بظهور ممتاز من خلال هذا الموسم بعدما كان حاضرا في الجولة الماضية، ربما كذلك من خلال ختام المرحلة الأولى، ومن خلال هذه الجولة يظهر بظهور ممتاز ويحقق الانتصار، أو ربما هنالك كلام آخر لفريق الكرخ. ننتظر ونتابع هذه المباراة. هدف مقابل لا شيء، دقيقة 16 تشهد تسجيل أول أهداف المباراة، بينما هذه فرصة الآن داخل منطقة الجزاء. بنيامين آكون، تمرير الكرة لمجتبى، مقطوعا الكرة واصطدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا الهدف سيجعل المباراة مغايرة، وسيجعل هذا الرجل يفكر بكيفية العودة إلى المباراة بهدف التعديل. أحمد عبد الجبار مدرب الفريق، ركلة مرمى الآن، أمامية الكرة، ضربة رأسية، أنس، تمرير الكرة،
تبقى المحاولة وتبقى الكرة لمصلحة ديالى. هجوم الآن، كريست، صافرة، ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة في منتصف ساحة لعب فريق الكرخ. ركلة حرة مباشرة الآن، هذا كريست، هنا حارس المرمى محمد شاكر، والخطأ والضربة الحرة المباشرة الآن. 20 دقيقة مرت، تقدم لديالى بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب كولينز أوباري. الكرة ترسل للأمام داخل منطقة الجزاء، فيها إبعاد، مرتدة الآن لمصعب جمال، مقطوعة الكرة وصافرة، ولدينا خطأ لمصعب جمال، خطأ لمصعب جمال. هذا اللاعب اللي واضح في الصورة مرتضى حسن، مدافع فريق ديالى. أمامية الكرة، كرة وصلت لإيزي، عودة إلى الخلف، كريست، تمرير الكرة، إبعاد من المدافع إلى خارج أرضية الملعب، إبعاد من أيمن بن محمود، هذا اللاعب التونسي الواضح في الصورة، أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. ولدينا ربما بطاقة صفراء لأنس مالك، ربما بطاقة لأنس. بالسلامة لي اللاعب كارلوس كايو. جمهور ديالى جمهور السعيد، بينما هذا الرجل بكل تأكيد يعني فريق الكرخ قادر على العودة، وكذلك فريق ديالى قادر على أن يحافظ على النتيجة. ربما يعني ننتظر، هي ظروف مباراة، هي ظروف مباراة. ماذا سيفعل ديالى في الدقائق القادمة، وماذا سيفعل الكرخ في الدقائق القادمة. هذا الرجل يامن الزلفاني، جماهير ديالى التي تعتمد على هذا الرجل بأن تكون الأمور مميزة. بالسلامة للبرازيلي كارلوس كايو. شوف الكرة فيها خطأ، ما فيها رمية تماس، فيها خطأ وتدخل من أنس مالك، وبالتالي إشهار البطاقة الصفراء. تمرير الكرة، بعد ذلك الإبعاد بكرة أمامية، محاولة إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس الآن، مقتدى حسن لأنس مالك، مقتدى بكرة عالية. بعد ذلك المتابعة للكرة، مصطفى مؤيد يحاول من خلال هذه الكرة، وصلت لكريست، يقود هجوم مرتد لإيزي، يحاول إيفياني بتمرير الكرة، وتبقى المحاولة هذه عرضية عالية، متابعة، ولكن الإبعاد يأتي الآن، الإبعاد يأتي من صديق جمال إلى خارج أرضية الملعب، ولدينا ركلة ركنية. هذا إيفياني إيزي اللي تسبب بركلة الجزاء، هداف الفريق ب5 أهداف. ركنية الآن، محاولات مستمرة من أجل التعديل. هل يعدل الكرخ؟ هل يعدل الكناري؟ هذه فرصة، ولكن بعد ذلك إبعاد للكرة. تبقى المحاولة بجهة اليسار، ضغط على حامل الكرة. الكرة أمامية الآن، فيها إبعاد بشكل مباشر في وسط الملعب، جهة اليمين، محاولة مستمرة من قبل أنس النوادر لاعب المغربي، فيها عودة إلى الخلف، وصلت لحارس المرمى محمد شاكر. فريق الكرخ ب5 انتصارات، ولكن الكل يعلم ديالى بانتصار واحد فقط، ولكنه يطمح من خلال هذه المباراة بالانتصار الثاني على التوالي.
انتصار الثاني على التوالي إذا ما حصل، إذا ما تحقق. هذه أمنيات جماهير ديالى وفريق ديالى والمدرب. هذا بنيامين أكور اللاعب السابق لفريق ديالى وهداف فريق ديالى ب4 أهداف عندما كان معهم، ولكن اليوم هو أمام فريق السابق والمباراة الأولى التي يخوضها مع فريق الكرخ ضد فريق السابق. كما ذكرت 4 أهداف لبنيامين أكور، سجل على أربيل والقوة الجوية والميناء ودهوك. هو صاحب أول هدف هذا الموسم بالمناسبة، وكان في مرمى أربيل في المباراة التي خسرها فريق ديالى بهدفين مقابل هدف واحد. هو اللي سجل أول أهداف هذا الموسم. هنا المحاولة مستمرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هذا بنيامين أكور لاعب اللي سبق كذلك والمثل نفط ميسان. هنا أحمد عبد الجبار يفكر بكيفية العودة للمباراة. هو الفريق الآن ضاغط ويستحوذ على الكرة، انتشاره ممتاز، محاولاته، ولكن هنا حارس المرمى بخروج ممتاز، بتركيز، بثبات، بتوقيت كذلك مثالي بالنسبة لحارس المرمى وسام محمد في اللقطة الماضية. مباراة لغاية الآن بعد الدقيقة 10، يعني بعد الدقائق 10 الأولى شاهدنا هناك محاولات. حصل فريق ديالى على ركلة جزاء، سجل فريق ديالى ركلة الجزاء، بعدها نشاهد الضغط الآن من الكرخ، الفريق الذي يحاول أن يعود، الفريق الذي يحاول أن يعدل النتيجة وقبل الخروج من الشوط الأول. كرة في وسط الملعب الآن، نفط ميسان إذا يتقدم على الطلبة بهدف هناك في ملعب ميسان. علاء سعد إذا هو من سجل الهدف الوحيد في المباراة هناك، المباراة التي تقام بنفس التوقيت والتي تنقل عبر قناة الرياضية العراقية، شبكة الإعلام العراقي، وبالتالي النقل المباشر لأكثر من مباراة بنفس التوقيت، إيصال الصورة لجميع الجماهير، وبالتالي هذا ما تطمح له قنوات الوطن المتمثلة بشبكة الإعلام العراقي. كرة ملعوبة لمصطفى مؤيد لاعب الممتاز الذي يقدم مجهود كبير مع فريق ديالى. عودة لأنس، تبادل الكرات، أنس مصطفى، تقطع الآن إيزي لبنيامين أكور، انطلاقة سريعة، انطلق كرة على الطرف الأيمن، محاولة مستمرة، عرضية ممتازة خطيرة خطيرة، ولكن حارس المرمى يتصدى، حارس المرمى هذا تدخل، وبالتالي أيمن بن محمود اللاعب التونسي وكذلك المدافع الظهير الأيسر لفريق الكرخ اللي هو مجتبى صالح. بالسلامة بالسلامة، ما نتمنى شوف يعني التصادم، وبالتالي الكرة المشتركة اللي كان من خلالها ربما أن تكون يعني إصابة حاضرة. شوف الغضب الواضح من قبل يامن الزلفان. بالسلامة للاعبي الفريقين، ما نتمنى نشاهد إصابة ولا نتمنى أن نشاهد كذلك البطاقات الملونة. هذه البطاقة الصفراء شاهدناها، ولكن الحمراء ما نتمنى نشاهدها. هذه العرضية الممتازة وبعد ذلك التسديدة الممتازة، ولكن حارس المرمى كذلك بتصدي ممتاز، ومن ثم شوف الكرة والتسديدة من مصعب جمال، ولكن حارس المرمى وسام. بينما هنا التدخل بالكرة المشتركة، وحكم المباراة يحتسب خطأ مع وجود بطاقة صفراء على ما اعتقد لمجتبى صالح. مجتبى صالح وبطاقة صفراء ثانية من خلال هذا اللقاء، بطاقة الصفراء الأولى لأنس. توجيهات للاعب لأندرسون، مستمرة التوجيهات حتى يصل لهدف التعديل. بكل تأكيد يعني هذه طموحات المدرب بالعودة، بينما يامن الزلفاني طموحاته بأن يتقدم بهدف ثاني أو على أقل تقدير أن يحافظ على هذا الهدف والخروج من الشوط الأول متقدما بنتيجة 1-0. 30 دقيقة
البطاقة الصفراء للاعب إيزي. إذن البطاقة إفياني إيزي يتلقى البطاقة الصفراء. لاعب النيجيري. شوف هنا الكرة المشتركة وبعد ذلك الصافرة والخطأ. ضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة فريق ديالى. هنا كذلك المدافع حيدر الطائي لاعب الرقم 26 يمتاز بطول قامة. حكم المباراة. هنا الإعادة لركلة الجزاء والتنفيذ الممتاز اللي كان من قبل أوباري. فرحة المدرب يامن الزلفاني بهذا الهدف بهذا التقدم. كرة ملعوبة الآن عالية الكرة. إبعاد من كارلوس كايو. البطاقة لمجتبى. إذن البطاقة لمجتبى. نعم لمجتبى صالح لاعب فريق الكاف. رمية تماس. الكرة تنفذ الآن. وصلت لمجتبى. كارلوس كايو. تبقى المحاولة. طالب بخطأ وبعد ذلك الكرة ترسل للأمام أقرب لمجتبى. استلام جميل لكريست. مرور ممتاز. مرتدة الآن لمصلحة الكرخ. عودة ضغط على حامل الكرة وبالتالي الأمور يعني إذا ما وصلت بدقائق متقدمة ويبقى ديالى بهذا الضغط على حامل الكرة والتحفظ على مستوى خط الدفاع بهكذا يعني تمركز ممتاز لمدافعي فريق ديالى، اعتقد الامور راح تكون اصعب على فريق الكرخ. سيعتمد الكرخ على هفوات مدافعين، هذا انس النوادر، بينما هنا اوباري صاحب الهدف الوحيد في المباراة سيعتمد على الهفوات من المدافعين، على اخطاء المدافعين التي ترتكب. بينما هنا ايمن بن محمود التونسي وصلت لحارس المرمى وسام، عالية الكرة، ابعاد بشكل مباشر، انس النوادر في وسط الملعب، حسن خالد، صافرة، ولدينا خطأ ركلة حرة مباشرة الآن، خطأ لحسن خالد. شوف التدخل من أنس، وبالتالي حكم المباراة حامد طالب أشار لوجود خطأ وضربة حرة مباشرة. أنس النوادر على التنفيذ الآن، كرات الثابتة ربما يفكر فيها، هي أحد الحلول. عالية الكرة، إبعاد من حيدر الطائي، حيدر الطائي مدافع فريق ديالى يمتاز بطول قامة من دوري الدرجة الأولى النرويجي، طبعا هذا حيدر الطائي. ركنية الآن تنفذ عالية، وخروج خاطئ لحارس المرمى، وبعد ذلك الكرة مرت إلى الخارج. خروج خاطئ لحارس المرمى. هنا بالسلامة لكريست، ركلة مرمى، الكرة تنفذ وحكم المباراة شوف الإعادة، وبالتالي الخروج اللي لم يكن موفقا به حارس المرمى وسام محمد
في اللقطة الماضية كان ممكن أن تكلف الفريق هدف التعديل. 10 دقائق الوقت المتبقي، ولكن أعتقد بأنه سيكون وقت مضاف كبير، على اعتبار يعني أعتقد ربما سيصل إلى أكثر من 5 دقائق، على اعتبار أن المباراة توقفت كثيرا في كثير من الحالات. كرة كارلوس كايو، العودة للفار باحتساب ركلة الجزاء، وهذه كذلك الحالة الآن، وهذه الحالات أعتقد سيكون لدينا وقت مضاف أكثر من 5 دقائق للشوط الأول. ويبقى التقدير لحكم المباراة حامد طالب. ركلة مرمى الآن لمصلحة فريق ديالى. بالسلامة لكريست. هنا الكابتن أنس مالك. هنا الإعادة وهنا السقوط، وبالتالي الكرة مرت بهكذا طريقة إلى خارج أرضية الملعب. وسام محمد، الكرة ترسل للأمام. مصطفى مؤيد، مرور ممتاز من إيزي لأندرسون داخل منطقة الجزاء، هذه خطيرة، فرصة للتعادل، والتعادل، جول التعادل، يأتي التعادل من النيجيري، هدف التعادل من النيجيري من هداف الفريق إفياني إيزي. اللاعب النيجيري يسجل هدف التعادل. 1-1 الآن، 1-1 الآن. عادت المباراة إلى نقطة البداية، ولكنها ليست سلبية بل إيجابية، بهدف مقابل هدف. هداف الفريق يسجل، اللاعب اللي سجل في مرمى الميناء ودهوك وأربيل والقرمة والحدود يسجل من خلال هذه المباراة، ويصل بفريق الكرخ الكناري يسجل. الكناري يعود للمباراة قبل الخروج من الشوط الأول ويعدل النتيجة بهدف مقابل هدف. الآن هدف مقابل هدف. دخول لعلي خالد على ما أعتقد مدافع، وخروج لأيمن بن محمود اللاعب التونسي، أعتقد بأنه غادر، ربما يشكو من إصابة. هدف مقابل هدف. إذن كرة وصلت لحارس المرمى، هذا إفياني اللي سجل هدف التعادل. متابعة كانت ممتازة لكرة التعادل، متابعة كانت جيدة لإفياني اللي سجل في الدقيقة 38. كرة داخل منطقة الجزاء، أوباري بتمرير الكرة لأنس، يحاول ولكن الكرة بعد ذلك مقطوعة. الآن حالة تسلل، حالة تسلل، وأيضا كذلك لدينا خطأ لحسن خالد. حكم المباراة يعود لاحتساب حالة التسلل لفريق الكرخ. أنس، نوادر، محمد شاكر، حارس المرمى بكرة ملعوبة الآن، وصلت بعد ذلك لكارلوس كايو. الكرة تنقل للأمام داخل منطقة الجزاء، ولكنها وصلت لحارس المرمى. حالة تسلل. إذن حلوة المباراة اللي تشوف فيها أهداف، مباراة عندما تحضر فيها الفرص وتحضر فيها المحاولات التي تكون حاضرة، اللي فيها فرص على المرميين، واللي فيها محاولات تشاهد فيها فرص حقيقية وتشاهد فيها الأهداف. مباراة بكل تأكيد يعني تكون جميلة. جمال كرة القدم بالأهداف. هذا
بنيامين أكور لاعب السابق لفريق ديالى كما ذكرت، المنتقل حديثا لفريق الكر، ويلعب من خلال هذه المباراة الأولى كلاعب أساسي. رمية تماس، صديق جمال، مصطفى لصديق، إلى رمية تماس أخرى. 5 دقائق الوقت المتبقي على نهاية الشوط الأول. شوط أول جيد بين الفريقين، نطمح للمزيد، ننتظر أن يكون هناك المزيد. هذا حيدر الطائي، رمية تماس، صديق جمال، أنس مالك، كرة ملعوبة لبنيامين أكور يحاول أن يمر، والكرة وصلت لحيدر الطائي. عودة بالكرة أندريه إيفانز، لاعب اللي سجل في المباراة الماضية، وبالتالي الكرة عالية ترسل، ومجتبى صالح ابعاد للكرة، تبقى المحاولة جهة اليمين. إيفانز، تمريرة ممتازة، أقرب لكارلوس كايو، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس لمصلحة فريق ديالى. مقتدى حسن، مقتدى على التنفيذ، مدافع بجهة اليمين لفريق ديالى. تمرير الكرة وصلت بعد ذلك لكولينز أوباري، عرضية ممتازة خطيرة، حلوة المحاولة، حلوة الكرة العرضية، كانت خطيرة وكانت قوية وكانت ممتازة، وتحتاج إلى متابعة، ولكنها مرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب، مرت من الجميع. شوف الكرة العرضية الممتازة، إبعاد كان فيها من قبل محمد شاكر، وبعد ذلك الصافرة لوجود خطأ لأنس النوادي. إيفانز، وسام، في الوسط، مرور ممتاز، محاولة مستمرة من حسين يونس، مرر الكرة، وهنا الكرة اصطدت، ومن ثم الإبعاد من كارلوس كايو. حسين يونس قدم مباراة كبيرة أمام نفط ميسان في الجولة الماضية. هذه الكرة العرضية العالية، بعد ذلك الإبعاد، المتابعة للكرة، لدينا سقوط عمر نوري وكذلك مصطفى مؤيد، ربما تصادم بالرأس بكرة مشتركة، وبالتالي بالسلامة للاعبي الفريقين. يامن الزلفاني كان متفوق بهدف، ولكن العودة لأحمد عبد الجبار والكناري بهدف التعديل. هذا التصادم، وهنا ربما الإصابة للاعبي الفريقين اللي ما نتمنى أن تكون حاضرة من خلال هذا اللقاء، وتستكمل المباراة بدون إصابات. عاد شاهدنا تغيير واحد اضطراري لفريق ديالى بخروج أيمن بن محمود اللاعب التونسي، أعتقد أنه أصيب، ودخول لعلي خالد على مستوى خط الدفاع. هذه جماهير ديالى الحاضرة على مدرجات ملعب المباراة، ملعب الساحر أحمد راضي رحمه الله، هنا في العاصمة الحبيبة بغداد. وهنا المدرب أحمد عبد الجبار، وهو يطالع المباراة ويناظر المباراة بكل تأكيد. يعني الشوط الثاني ربما تكون حلول بالنسبة ليامن الزلفاني وأحمد عبد الجبار. حديث مع لاعبي الفريقين ما بين الشوطين سيكون حاضر بكل تأكيد كل مدرب. هذه كرة لياندرسون، الكرة العرضية الممتازة التي من خلالها تابعها اللاعب إيفياني إيزي اللاعب النيجيري، ليسجل من خلال هذا الموسم 6 أهدافه. ولكن يبقى مهند علي ميمي بصدارة الهدافين، يبقى ميمي بصدارة الهدافين ب 13 هدف، وغوستافو
لاعب نادي زاخو بالترتيب الثاني ب 11 هدف، ومروان حسين وأمجد عطوان بالترتيب الثالث. مروان مع نوروز، أمجد عطوان مع زاخو، وفي الترتيب الثالث لكل لاعب 10 أهداف. طبعا الترتيب الرابع للاعب نادي القوة الجوية اللي هو علاء عباس ب9 أهداف. اليوم ايزي يصل للهدف السادس، بينما هنا الكرة فيها إبعاد، مطالبة بخطأ. لياندرسون يطالب بخطأ حكم المباراة حامد طالب اللي أشار لاستمرار اللعب. هناك ربما بطاقة، هذه الإعادة، وهنا ربما حكم المباراة ربما يعني شوف قرار حكم المباراة حامد طالب، وبالتالي هو أشهر البطاقة. 45 دقيقة انتهت. أحمد عبد الجبار شوف حديث علي خالد و ايزي وبنيامين، هذا يقول له اللاعب هو من وصل للكرة قبل المهاجم، يتحدث عن مصطفى مؤيد. شوف هذه الكرة، وهل تعتبر، ننتظر قرار حكم المباراة، هل يعود إلى الفار؟ هل فيها شيء؟ يبقى القرار لحكم المباراة. ماذا قال حكم المباراة؟ ننتظر ونتابع. حكم المباراة إذن يحتسب نعم لياندرسون، وبالتالي هنا الاعتراف. حكم المباراة خلاص يعني من اللقطة الأولى يحتسب فيها ركلة جزاء لفريق الكرخ، والكرخ الآن ربما سيقلب الطاولة ويتقدم بهدف ثاني ركلة جزاء تحتسب من خلال هذه المباراة في الشوط الأول. وركلة الجزاء بنيامين أكور في مرمى فريقه السابق المباراة الأولى مع الكناري. جول ثاني، هدف ثاني للكناري، هدف ثاني للكرخ عن طريق بنيامين أكور، يتقدم ويسدد الكرة، وبالتالي مرت على حارس المرمى ليتقدم الكرخ بهدف ثاني، هدفين مقابل هدف واحد. وبالتالي الكرة شوف مرت بهكذا طريقة، وكان ممكن حارس المرمى، ولكنها مرت استقرت بالشباك ليتقدم الكرخ بهدف ثاني. هدفين مقابل هدف واحد الآن، هدفين مقابل هدف واحد، بعد ما كان متقدم بهدف مقابل لا شيء، الآن متخلف بهدفين مقابل هدف واحد. هدف ثاني في الدقيقة 48 في الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف، من أصل 8 دقائق. الوقت المضاف للشوط الأول هو 8 دقائق. الكرة ملعوبة الآن، مقطوعة في الوسط، وصلت لكريس. هدف الأول بنيامين أكور بقميص الكرخ، ولكنه بقميص ديالا سجل 4 أهداف. عالية الكرة للأمام، أنس مالك يعود بالكرة مرة أخرى، صديق جمال لمصطفى مؤيد يحاول، وتبقى أوباري سدد الكرة، ومن ثم المتابعة مرتدة الآن، مرتدة أصبحت مرتدة وسريعة. إيفانز
كرة إلى جهة اليمين، عالية الكرة، أنس مالك، استلام جميل للكرة، بعد ذلك الكرة العرضية المطالبة بلمسة يد، حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. مقتدى حسن مقطوعة من أمامه، كرة إلى خارج أرضية الملعب. مصعب جمال، كرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. رمية تماس لمصلحة الكرخ. ننتظر شوط ثاني. عاد الشوط الأول فيه أهداف، في 3 أهداف، في محاولات، في ركلتي جزاء، واحدة لديالا سجلت عن طريق اللاعب أوباري، والثانية عن طريق هذا اللاعب بنيامين أكور لمصلحة الكرخ كذلك سجلت، ولدينا هدف للاعب إيفياني إيزي كذلك سجل هدف وهو كان هدف التعديل. 3 أهداف في الشوط الأول، ولكن نطمح للمزيد من خلال الشوط الثاني، ونتمنى أن تكون الأمور أجمل على مستوى الأداء. في بعض المباريات تشاهد فيها أهداف ولكن ما تشاهد فيها أداء. عاد المباراة اللي فيها أداء وفيها فرص وفيها جمل تكتيكية جميلة وفيها أهداف هنا تكتمل الصورة. ربما سنشاهد هذا الأمر. شوط أول كان جيد، قدم فريق الكرخ مستوى ممتاز، وقدم كذلك فريق ديالا الذي يعتمد على الكرات المرتدة مستوى ممتاز، ولكن نطمح للمزيد وننتظر من الفريقين أن يكون الشوط الثاني أجمل بكثير. هنا الخطأ ضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق الكرخ. أحمد عبد الجبار، توجيهات مستمرة، وبالتالي أنس النوادر بكرة عالية باتجاه المرمى ولكنها وصلت لحارس المرمى. باليد الكرة سريعة، إبعاد من حسن خالد إلى خارج أرضية الملعب. هل سنشاهد تغييرات ما بين الشوطين؟ هذا أوباري، كرة لعلي خالد، حيدر الطاي، هجوم لديالا، مطالبة بخطأ حكم المباراة قريب أشار لاستمرار اللعب. كرة مرتدة الآن، حسن خالد، حسن يحاول، حسن بالتمرير لأندرسون جهة اليمين. الثواني الأخيرة من الوقت المضاف، إبعاد من علي خالد، الضربة الرأسية تأتي من أنس كريست في وسط الملعب. كريست، كايو، عمر نوري، قلب الدفاع، يعود لمحمد شاكر حارس المرمى، عالية الكرة للأمام، إبعاد بضربة رأسية. المتابعة لهذه الكرة وحكم المباراة يشير لوجود صافرة وخطأ لكايو، للاعب المدافع البرازيلي، لاعب الذي يكتسب الخبرة كذلك في دورينا. هنا الإعادة لكرة الخطأ على أوباري، بينما هنا الكرة التي طالب فيها كذلك بخطأ المدافع علي خالد. جهة اليسار، خلاص الأمور انتهت، ربما تكون هذه الأخيرة للشوط الأول. أنس، الوقت المضاف انتهى، نلعب على صافرة الختام للشوط الأول. إبعاد بضربة رأسية، مصطفى مؤيد حاول أن يمر، صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. حكم المباراة أعتقد يعني أضاف وقت إضافي للوقت المضاف، على اعتبار أنه ركلة الجزاء والتنفيذ اللي كان لركلة الجزاء كان في الوقت المضاف. على هذا الأساس أعتقد الآن هو أضاف وقت مضاف للوقت الإضافي. خطأ
وركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق ديالى. مصطفى مؤيد، حسين يونس، أمامية الكرة ولكنها وصلت لحارس المرمى. محمد شاكر، عالية الكرة، هجوم الآن لديالى، ابعاد من انس النوادر، مقطوعه للكره لصديق جمال، اوباري، كولينز، جهه اليمين، محاوله مستمره، حسين يونس، عرضيه عاليه، مصطفى مؤيد بضربه راسيه ممتازه، المتابعه لمن؟ لحارس المرمى. اذا هنا الصافره اعزائي مشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي الكرام، اينما كنتم تاتي صافره حكم المباراه حامد طالب لتعلن عن نهايه الشوط الاول بتقدم فريق الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد لفريق ديالى. استراحه قصيره على امل العوده ان شاء الله مع بدايه الشوط الثاني. الى ذلك الحين الى اللقاء. بينما محاولة، هنا الهروب، هنا الفرصة يا عثمان، جول أول نفط ميسان، يضعه عثمان سنة، نسر نيجيريا يحلق عاليا هنالك في السليمانية، يصل إلى مرمى الحارس وسام محمد، خطفها عثمان سنة، وصل وسجل، وضع الكرة في الشباك، يرتاح علي عبد الجبار، يتنفس علي عبد الجبار، مضغوط من السفر، مضغوط من الخسارة التي تعرض لها في بغداد، عاد اليوم، وصل عثمان، أخطأ إيفانس والكرة في مرمى وسام، وضعها على يمين حارس المرمى، جعله واقفا لا يتحرك من دون ردة فعل، وعثمان خطف كرة. لاحظ هنا سرق الكرة من أمام المدافع النيجيري، من نيجيري إلى نيجيري، وهدف في مرمى ديالى، هدف أول نفط ميسان. كرة تلعب ومحاولة، الله، باغتني وباغت الجميع، وأتى بهدف التعادل. هنا يصحح الخطأ، هنا يعيد الفريق البرتقالي إلى التعادل، يأتي إيفانز، يأتي أندريو، يسجل التعادل، ويفرح الزلفاني في هذه اللحظات. مدينة البرتقال تعيش الأفراح،
بعودة وتعادل البرتقالي. رأسية إيفانز صعبة على حسن، لم يقدرها حسن، تأتي في مرمى نجم والتعادل يأتي الآن. هذا ما كان يخاف منه علي عبد الجبار، أتى وأدركه إيفانز. كرة ملعوبة لمصلحة ديالا. ناثان يحاول ينقل له كرة أمامية تصل على الطرف لمصلحة حسين، خطيرة بالروس. جول لمصلحة ديالا. ديالا كولنيز وباري. نعم هذا الوافد الجديد، هذا الغاني برأسية جميلة وصلت عن طريق حسين يونس، وبعد ذلك وضعها صعبة على حسن نجم ليسجل ثاني أهداف مدينة البرتقال. فرحة ديالا وعشاق ديالا. وشوف الإعادة، شوف الكرة العرضية الجميلة. يا سلام يا سلام على هذه الرأسية، حلوة في الشباك. وبالتالي الأسماء الجديدة اليوم تقدم أنفسها بشكل مميز مع هذا الرجل، هذا التونسي، نعم زولفاني. وبالتالي هدف ثاني عن طريق كولنيز. وباري يبحث عن الثالث، يتقدم لحسين. حسين ممكن الكرة العرضية، خطيرين بالراس. جول ثالث لديالا عن طريق مؤيد أو مصطفى مؤيد. نعم يسجل ثالث الأهداف لمصلحة ديالا في هذا التوقيت. وبالتالي أحبتي الكرام، ديالا يتفوق على نفط نيسان في شوط المباراة. شوف الإعادة، شوف الرأسية. يا سلام يا سلام، تمركز جيد رائع جدا. بالتالي صعبة على حسن، ويسجل عن طريق عرضية حسين يونس، لذلك يضيف ثالث الأهداف لمصلحة ديالا. تمرير هجوم الآن الكاميروني، هدف 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 للنفط، هدف للنفط في أسرع هدف للاعب بديل، ما طول دقيقة. رامسيس الكاميروني بأسرع هدف لي لاعب يشترك كبديل، يعني ما مرت دقيقة. هدف أول للنفط، هدف أول للنفط، هدف أول للعنيد في مرمى العميد. الله، يسارية جميلة في أول كرة يلبسها رامسيس الكاميروني، يصل إلى هدف الرابع باليسار. اصطدت بالدفاع بهدف أول لأسرع بديل، يعني أقل من الدقيقة. سريعة ملعوبة للدالي، تنقطع، طويلة الكرة، هجمة عكسية الآن، خطرة نهاد. جول! هدف أول لفريق الكهرباء عن طريق نهاد محمد يسجل أول الأهداف بالدقيقة 79 من عمر المباراة. بالدقيقة 79 نهاد محمد يسجل أول أهداف المباراة من كرة مباغتة عكسية مرتدة يتوغل من خلالها بمواجهة الحارس محمد حميد، اللي كانوا يشكون أنه اللاعب في وضع تسلل. شوف الكرة انقطعت وكان هذا اللاعب البديل يوسف عمرو. شوف، وانطلق نهاد انطلق، وبالتالي يلعبها إلى داخل الشباك ويحرز أول الأهداف وهدف الفوز الأول لفريق الكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد، اللي يسجل هدف الشخص الثالث في مباراتين بعد أن سجل في المباراة السابقة هدفين وأهدى ركلة جزاء. يسجل اليوم على القرمة أول أهداف المباراة. واحد الكهرباء لا شيء القرمة. خلونا نتأكد ونشوف. الدالي على التنفيذ، الدالي ركلة جزاء، والدالي على التنفيذ.
الدالي على التنفيذ الآن. قدم وجول. هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل للقرمة عن طريق الدالي من ركلة جزاء، يسجل هدف التعادل ويخرج بنقطة واحدة من هذه المباراة. علاء الدين الدالي يعادل الكفة بالدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدل ضائع من ركلة جزاء. علاء الدين الدالي يسجل هدف من ركلة جزاء ويدرك التعادل لفريقه. ركلة الجزاء اللي تحمل رقم 74 هذا الموسم في دورينا. لجماهير نادي الزوراء وعودة الفريق لسكة الانتصارات، والكرة عدت بالراس. جول يا سيف، هذا السيف القاطع، هذا السيف القاطع لنادي القاسم. سيف رشيد يسجل الهدف الأول في شباك الزوراء. ذكرتها في الشوط الأول، قلتها ممكن أن تكون هناك مفاجأة، هناك ممكن أن يكون تغيير. لا تجهل صمت العقيد، لا تجهل تكتيك العقيد. هذا أيمن الحكيم وهذا سيف رشيد، هذا السيف القاطع بهذه النقلة، بهذا الاسيست الجميل وبتمريرة محمد خالد وبراسية اللاعب سيف رشيد اسكنها شباك الزوراء وسجل اول اهداف المباراة. سيف يا رشيد، لا جديد على هذا اللاعب. نعم، يعلن عن هدفه السادس في دوري نجوم العراق، وسيف رشيد يسجل الهدف الاول لنادي القاسم. محسن التعزيز بمهاجم آخر من المدرب عصام حمد لتعديل نتيجة المباراة. هذه وصلت هناك عند الحارس ميثم، لا عد السيف، سيف الثاني، سيف الثاني، سيف الثاني، جول يا سيف رشيد. الهدف الثاني لنادي القاسم، هذا السيف القاطع مرة أخرى. نعم، يعلن عن الهدف الثاني لنادي القاسم، يريدونها أن تكون تاريخية مرة أخرى بهذا المرور. أسيس جميل من البديل أحمد نور لسيف رشيد. رشيد أنت المجيد يا رشيد، أنت العنيد يا رشيد. الله 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 الله، بهذه الطريقة الجميلة سجل الهدف الثاني، أسكنها الشباك سيف رشيد بطريقة رائعة، يحتفل بهذه الطريقة الجميلة. نعم يا سيف رشيد، والهدف الثاني خلال تلك اللقاءات الماضية. كرة وأخذ فرص، هذا اللعب الصحيح. تعود الكرة للياندرسون، لياندرسون عرضية خطيرة بالرأس، جول 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 جول. كريستي يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 55 من عمر المباراة. كريست يسجل أول أهداف المباراة بكرة عرضية ملعوبة من الياندرسون يستقبلها كريستي يسجل أول الأهداف وهدف الشخص الثالث بعد أن سجل في شباك الميناء والشرطة. كريستي يعلن تسجيل أول الأهداف بكرة جميلة يستقبلها عرضية منطلق من خلف المدافعين. شوف الياندرسون، شوف ايزي سلم، الياندرسون حول وكرة استقبلها كريس ببراعة براسية مرت على يمين الحارس سانهانج محسن لتعلن تسجيل أول الأهداف لفريق الكرخ. واحد الكرخ لا شيء النجف، واحد الكرخ لا شيء النجف. مرت التطمت بإيد سانهانج لكن عانقت الشباك، ارتقاء سليم، جم رائع، ولكن مرت الكرة على يمين الحارس سانهانج محسن لتعلن تقدم الكرخ بأول الأهداف. واحد الكرخ لا شيء نادي النجف. على ذكر المواجهات، هذه المواجهة رقم 43 بين الناديين، 42 مواجهة سابقة، 20 للنجف، 8 للكرخ. أحمد بعد ذلك الكرة ملعوبة الآن لمروان لأسو الله، جول لنوروز، هدف لنوروز، هدف جميل وهدف رائع.
هدف جميل وهدف رائع بمتابعة جميلة لمروان حسين. يعود للأيام الجميلة، يعود للأيام الخوالي. مروان بذكريات السنين، مروان بذكريات الأيام الجميلة، يعود الآن ويسجل 8 أهدافه من خلال هذا الموسم. ولكن برافو، يوه 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 على تسديدة السورستم. سدد الكرة، سدد الكرة، والمتابعة الجميلة والمتابعة الرائعة من المهاجم الممتاز الخبرة الذي يتابع ولا ييأس من خلال الكرة الماضية. تابعها صح وحطها صح بعد ما كان الإبعاد من قبل حارس المرمى. الإبعاد ما كان بالتمام والكمال، الإبعاد ما كان بمسافة بعيدة، وبالتالي وصلت للاعب مروان حسين اللي الكرات الثابتة. الكرة تنفذ والضربة الرأسية خطيرة. جول ثاني منو غيره الهداف، الهداف منو غيره مروان حسين. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط الثاني من لقاء الكرخ وديالة هنا في ملعب الساحر أحمد راضي رحمه الله في العاصمة الحبيبة بغداد، واللقاء لحساب الجولة 19 من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025، ختام المرحلة الأولى. تركنا الشوط الأول بتقدم فريق الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد لفريق ديالة. تقدم ديالة بأول الأهداف في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب الغاني أوباري من ركلة جزاء، ومن ثم التعادل في الدقيقة 38. بينما هنا المحاولة وممكن ثالث للكرخ، ولكنها ضاعت إلى خارج أرضية الملعب، ضاعت إلى خارج أرضية الملعب، ضاعت على إيزي إلى ركلة مرمى. الآن هدف التعادل كان في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب إيفياني إيزي اللاعب النيجيري، والهدف الثاني للكرخ كذلك من النيجيري الآخر اللي هو بنيامين أكور في الدقيقة 3 من الوقت المضاف للشوط الأول. سجل من ركلة جزاء الكرخ. إذن في الشوط الأول يقلب الطاولة على فريق ديالة بهدفين مقابل هدف واحد. هنا بنيامين أكور يحاول، وبعد ذلك سدد الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا بنيامين أكور اللاعب السابق لفريق ديالة المنتقل لفريق الكرخ. المباراة الأولى مع فريق الكرخ، هدف الأول مع فريق الكرخ بعد الانتقال للكناري وبقميص الكناري. سجل هدف ويحاول أن يضيف كذلك هدف لاعب النيجيري اللي سبق وكذلك مثل فريق نفط ميسان. هذا أوباري، كولينز أوباري. مباريات الجولة بنفس التوقيت تقام مباراة نفط ميسان والطلبة. مباراة تقام في ملعب ميسان، ميناء والكرمة الزوراء والشرطة، نفط البصرة والحدود، دوك والنفط، كهرباء والنجف، زاخو والقاسم، نوروز وأربيل، القوة الجوية وكربلاء. هذه مباريات الجولة. كل التوفيق لجميع الفرق
طبعا لدينا تغييرات لفريق ديالى من خلال انطلاقة الشوط الثاني، بينما هنا لياندرسون سدد الكرة ولكن الكرة اصطدت بصديق جمال وتحولت إلى رمية تماس. أعتقد اللاعب ندوالو باهاما الفرنسي يشارك، وكذلك يشارك اعتقد لاعب اخر. شوف التغييرات 69 و39 ايمن الصفاقسي. اذن المحترفين يشاركون من خلال هذه المباراة، التونسي ايمن الصفاقسي والفرنسي باهاما. تغييرات المدرب يامن الزلفاني ما بين الشوطين، بينما هنا مقتدى حسن الكرة إلى خارج أرضية الملعب أو إلى خطأ لعمر نوري. ركلة حرة مباشرة لمصلحة الكرخ، كرة تنفذ للأمام، إبعاد بعد ذلك إلى رمية تماس. حكم المباراة يعيد تنفيذ رمية التماس من مكان خروج الكرة. رمية تماس تنفذ الآن. لياندرسون، تمرير من إيزي ولكن الكرة مقطوعة. باهاما يحاول الفرنسي وأيمن الصفاقسي، عودة بالكرة من أنس النوادر، كرة إلى الخارج، رمية تماس تنفذ الكرة. عودة للخلف، إيفانز، إبعاد من كايو في الوسط، مصعب جمال، بنيامين، كرة مقطوعة وصلت لمرتضى حسن، تمرير إلى جهة اليسار، سين يونس، سين يحاول كرة العرضية وبعد ذلك المتابعة للكرة ومن ثم فيها إبعاد، فيها إبعاد صافرة ولدينا خطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء إذن من خلال هذه اللقطة، وكريست يتلقى البطاقة الصفراء. أحمد عبد الجبار ضربة حرة مباشرة في منتصف الساحة، لعب فريق الكرخ. هذا كريست والبطاقة الصفراء، وبالتالي المحاولات لفريق ديالى من أجل العودة. أوباري على التنفيذ، كرة باتجاه المرمى، حلوة المحاولة، حلوة الضربة الحرة المباشرة، ولكن محمد شاكر يتصدى للكرة. برافو 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 أوباري، برافو محمد شاكر. لقطة حلوة، لقطة حلوة، يا سلام، حلوة 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 من كولينز أوباري، وأجمل من محمد شاكر. الإبعاد إلى ركلة ركنية، ركنية الآن. تبقى المحاولة مستمرة في إبعاد، مطالبة بخطأ، مرتد الآن لمصلحة الكرخ، والهجوم المرتد والمحاولة مستمرة. مصعب جمال يحاول مصعب، وتغطية ممتازة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة التي طالبوا فيها بخطأ،
أنس مالك، وحكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. رمية تماس ينتظر من حكام الفار محمد سلمان ووليد عبد سلطان في غرفة الفار. ننتظر ماذا من قرار، هل فيها ركلة جزاء لديالى أو ربما الأمور ستكون برمية تماس واستمرارية اللعب. ننتظر القرار وهل يستدعى حكم المباراة لمشاهدة اللقطة أو رمية تماس. إذن ما فيها وبالتالي الكرة إلى رمية تماس لمجتبى. تنفذ الكرة، بعد ذلك الإبعاد، تبقى المحاولة مرتدة الآن. أوباري تمريرة ممتازة لأيمن الصفاقسي، ولكن الكرة بعد ذلك تقطع وتعود لعمر نوري. تقطع وتعود لعمر نوري. أرسل الكرة للأمام، وصلت إلى جهة اليسار. محاولة مستمرة تبقى لأنس مالك. تمرير الكرة للنوادر. كريست مرر، وتبقى المحاولة في وسط الملعب. لدينا لاعب مصاب بالسلامة يجب إخراج الكرة. لدينا لاعب مصاب، سلامة اللاعب أهم من كل شيء. والكرة عالية بهامة لأوباري اللي يطالب بخطأ، ولكن حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. حسين يونس، هنا المحاولة مستمرة والكرة وصلت لأندرسون لإيفياني. إيزي مرتدة، هذه مرتدة ويجب إخراج الكرة. يعني لاعبي الفريقين ولم يخرج الكرة ولا لاعب من لاعبي الفريقين. على كل حال تستكمل المباراة. فيها عودة أنس النوادر. علي خالد في الوسط، الكرة عالية، متابعة لهذه الكرة، صافرة وخطأ لكريست، وضربة حرة مباشرة. ضربة حرة مباشرة الآن. فريق الكرخ لديه 9 خسائر، 5 انتصارات، 4 تعادلات. الكرخ سجل 26 أو 16 هدف وفي شباكه 22 هدف، بينما ديالى تتحدث عن 9 نقاط فوز و6 تعادلات، ولكن 11 خسارة، سجل 13 هدف وفي شباكه 31 هدف. يعني اليوم الهدف رقم 33 مع أهداف هذه المباراة في مرمى ديالى، والهدف الرابع عشر لهم هذا الموسم مع هدف هذه المباراة. ولكن الكرخ يصل للهدف 18 وفي مرماه الهدف رقم 23 مع هدف هذه المباراة. خسارة 12 إذا ما انتهت المباراة بهذه النتيجة، ولكن ربما لدينا وقت كبير بكرة القدم، ولا زلنا في الشوط الثاني، ولا زالت الأمور، ولا زالت هذه الجماهير تمني النفس بالعودة بهدف التعديل بكل تأكيد. يعني تقدم لفريق الكرخ. بالمناسبة من لقاءات الفريقين آخر فوز لديالى على الكرخ متى كان؟ كان في موسم 2004-2005، في يومها سجل المبدع الأيام الجميلة التي كانت لعلي عبد الله، علي عبد الله المتألق اللي كان مع فريق ديالى، علي عبد الله الممتاز اللي يقدم كان أفضل ما لديه
وجماهير دياله بكل تأكيد يعني لا تنسى هذا اللاعب علي عبد الله، واحد من أفضل الأسماء التي كذلك مرت بكرة دياله بذلك الموسم 2004-2005 عندما كان آخر انتصار لفريق دياله على الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد. في يومها علي عبد الله لاعب الممتاز مع فريق دياله سجل هدف من خلال تلك المباراة، وسجل معاه كذلك بينما كرة خطيرة. الله على جمال الهدف، الله على جمال الهدف. جول ثالث جميل وممتاز، هدف ثالث جميل يسجل للكناري، يسجل عن طريق بنيامين أكور النيجيري، يظهر للمرة الثانية من خلال هذه المباراة ويسجل هدف جميل ويسجل هدف رائع. وبالتالي هذه المحاولة بإصرار كبير بكرة ترسل هكذا ساقطة، وحارس المرمى حاول مع الكرة ولكنها تسكن الشباك. الإبعاد ما كان قويا، الإبعاد ما كان كافيا في اللقطة الماضية يا أسام، وبالتالي هدف ثالث للكرخ، هدف ثالث في اللقطة الماضية. هدف مقابل هدف واحد، 3 أهداف مقابل هدف واحد. هدف الثاني لبنيامين أكور بعد انتقاله لفريق الكرخ من فريق دياله. دقيقة 59 تشهد تسجيل الهدف الثالث. أماميا الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى الآن. فريق يتقدم بهدف بعد ذلك يخسر المباراة بثلاثية. كرخ كذلك بعد ما سجل في مرماه شاهدنا المحاولات وشاهدناه يتقدم ويخطر مرمى الحارس وسام حتى وإن وصل لهدف التعادل. بعد ذلك سجل الثاني ومن ثم في الشوط الثاني الآن يضيف الثالث، وهل هي قابلة للزيادة؟ ننتظر ونتابع، وربما عودة بهدف تقليص الفارق بالنسبة لفريق دياله. ننتظر ونتابع لأندرسون إيزي، أنس النوادر، تمرير الكرة، أنس مالك، مقطوعة من قبل عمر نوري إلى خارج أرضية الملعب. هذا عمر نوري والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا بنيامين أكور، 6 أهدافه هذا الموسم، 4 بقميص دياله وهدفين بقميص الكرخ. هكذا هو بنيامين. كرة في الوسط، إيفانز، أنس مالك، باهاما يحاول، كرة فيها صافرة وفيها خطأ للاعب لياندرسون، خطأ لياندرسون على باهاما اللاعب الفرنسي الواضح في الصورة، أحد البدلاء مع أيمن الصفاقسي. ضربة حرة مباشرة، تنفذ الكرة عالية، إيفانز، مقتدى حسن، عودة لوسام، بعد ذلك التمرير لعلي خالد. علي بكرة أمامية، يحاول دياله أن يقلص الفارق ولكن التغطية من مجتبى
مجتمع بإبعاد الكرة. تبقى المحاولة لإيفانز. أندريه تمرير الكرة، عودة للخلف، يعود لحارس المرمى. الحارس وسام بكرة طويلة للأمام. هنا المحاولة من لياندرسون صافرة وخطأ على لياندرسون لمصلحة أنس مالك. خطأ الآن. ضربة حرة مباشرة لعلي خالد. تمرير الكرة إيفانز، هجوم لمرتضى. تمرير الآن. بعد ذلك الكرة مقطوعة الآن. كريست تقطع وتبعد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. هذا أندريه إيفانز مدافع فريق ديالى. فريق ديالى سيحاول بكل تأكيد، يعني إذا ما كانت المحاولات في هذه المباراة سيحاول في المرحلة الثانية. بطاقة صفراء بسبب إضاعة الوقت من قبل اللاعب أنس النوادر. لاعب المغربي هذا أنس النوادر يتحصل على البطاقة الصفراء وديالى. ولكن هل ستكون الأمور في المرحلة الثانية لفريق ديالى مختلفة عن المرحلة الأولى؟ هل يستطيع أن تكون له كلمة ويكون حاضرا في الموسم القادم ويبقى بدوري نجوم العراق؟ ننتظر ونتابع المرحلة الثانية. هنا حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب مع مطالبة من باهاما، مطالبة من الفرنسي، بينما حكم المباراة حامد طالب له رأي آخر كان قريبا. على كل حال يعني الحالات اللي فيها شك، الحالات اللي فيها احتكاك، الحالات اللي فيها تداخل، حكم الفار يستدعي حكم المباراة ويقول له خلاص تعال تابع اللقطة وشوف اللقطة، وإذا ما كان فيها ركلة جزاء تحتسب بكل تأكيد. يعني على هذا الأساس وضع الفار، على هذا الأساس وضع الفار. ركلة ركنية لديالى. محمد شاكر حاول مع الكرة. هنا محمد خالد جفان، ولدينا كذلك محمد مصطفى وجفان، وكذلك لدينا علي صادق. خروج لمرتضى ودخول لمحمد خالد جفان. الضربة الركنية، تنفذ الكرة، ابعاد من بنيامين اكور. تبقى المحاولة والعرضية العالية داخل منطقة الجزاء، خطيرة، ولكن محمد شاكر يتدخل وللمرة الثانية الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. محمد شاكر يتدخل بالمرة الأولى وينقذ مرماه من كرة خطيرة. هذا محمد شاكر تألق في اللقطة الماضية، وكانت ردة فعل سريعة جدا بالنسبة لحارس المرمى اللي يتدخل مع وجود الراية، ولكن التدخل كان ممتاز من قبل حارس المرمى. وهذه الكرة التي طالب فيها لركلة جزاء اللاعب الفرنسي باهاما، وحكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. علي صادق بديلا لمصعب جمال، وأنس النوادر يترك المباراة وبديله محمد مصطفى. علي صادق من الأسماء الجديدة، وبالتالي الانتقالات الأخيرة شاهدنا لاعبين وشاهدنا انتقالات كثيرة لأغلب اللاعبين
هذه الكرة التي سجل من خلالها الهدف الثالث بنيامين أكور، وحاول حارس المرمى إبعاد الكرة. الإبعاد كان حاضرا ولكن لم يكن قويا وكافيا إلى خارج المرمى، بل كانت في المرمى ليتقدم بهدف ثالث فريق الكرخ من خلال هذه المباراة. هنا المحاولة عن طريق أوباري والكرة فيها إبعاد. لياندرسون، إيزي، عمر نوري، كرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس الآن لمصلحة الكرخ. رمية تماس محمد مصطفى اللاعب اللي اشترك قبل قليل، طبعا لديه هدف على فريق الكهرباء. جفال، ايفانز بكرة ترسل الى جهة اليسار، محاولة مستمرة لديالا. علي خالد يعود الان. ايفانز، محمد خالد جفال، علي خالد، كرة لمصلحة ديالا على مستوى خط الدفاع، ترسل للأمام، طالت على مقتدى إلى خارج أرضية الملعب، طالت على مقتدى حسن، وبالتالي الكرة إلى رمية تماس. هذا مجتبى، رمية تماس الآن. كارلوس كايو لمحمد مصطفى، مصطفى كرة أمامية، باهاما عودة إلى الخلف. 70 دقيقة مرت، تقدم للكرخ ب3 أهداف مقابل هدف واحد. عالية الكرة ووصلت لمحمد شاكر، وصلت لحارس المرمى محمد شاكر، وبالتالي هنا اللاعب البديل محمد مصطفى، وهذا محمد شاكر حارس المرمى. أداء ممتاز من خلال هذه المباراة، في أكثر من لقطة شاهدناه يتصدى وشاهدناه جيد بالعديد من الكرات بتدخلات الممتازة بتوقيت راحة. عالية الكرة الآن، محاولة مستمرة، وصلت لعمر نوري، هدف هذا الموسم لعمر نوري في مرمى أربيل، بينما هنا المحاولة مستمرة لمصلحة فريق الكرخ. تمريرة ممتازة، هذه خطيرة للرابع، هذه خطيرة للرابع، ولكن إبعاد للكرة من قبل حارس المرمى مع وجود حالة تسلل على بنيامين أكور. حكم المساعد الثاني رحيم فليح، والراية حاضرة. محمد مصطفى ضغط على أوباري، ولياندرسون إبعاد للكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تحولت إلى ركلة ركنية. هذا مقتدى حسن مدافع ديالا، والركلة الركنية ربما تترك لمحمد خالد جفال. محمد خالد جفال، ابعاد للكرة، متابعة الآن. علي صادق، عودة لمحمد مصطفى، ارسال الكرة ولكن بشكل خاطئ، وصلت الى جهة اليسار. سين يونس، تمرير الكرة خاطئة. لياندرسون، كريست، مجتبى صالح بكرة أمامية. هجوم الآن، إيزي يحاول ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب.
الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا إيزي. حكم المباراة أشار لوجود رمية تماس، وهنا المطالبة بخطأ من قبل اللاعب إيفاس. التغطية كانت ممتازة من قبل مدافع ديالة. رمية تماس مشتبه على التنفيذ الآن. إبعاد بضربة رأسية. إلى تماس أخرى. إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة، الانتصار السادس لفريق الكرخ والخسارة 12 لفريق ديالة، إلا إذا ربما تتغير الأمور في 14 دقيقة الوقت المتبقي من الوقت الأصلي عدا الوقت المضاف. هذه كرة هجوم الآن إلى جهة اليمين، عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة، وحكم المباراة يشير لوجود ركلة جزاء. ركلة جزاء لأيمن الصفاقسي. ركلة جزاء للبديل أيمن الصفاقسي للديالة الآن في الدقيقة 75. في الدقيقة 75 حكم المباراة حامد طالب أشار لوجود ركلة جزاء لأيمن الصفاقسي من خلال اللقطة الماضية، والتدخل من قبل المدافع البديل محمد مصطفى، وقرار حكم المباراة يعتبر بأنه هذا التداخل فيه خطأ وفيه ركلة جزاء، وإذا ما كان فيها يعني عودة للفار باحتساب ركلة الجزاء أو ربما تلغى ركلة الجزاء. ننتظر من محمد سلمان ووليد عبد السلطان، ولكن الآن هي تحتسب، وننتظر كذلك من حكام الفار إذا ما كان ربما هنالك إلغاء لركلة الجزاء. ننتظر ونتابع. ننتظر ونتابع. اعتراض من قبل لاعبي فريق الكرخ وفريق ديالة يمني الناس في ركلة جزاء. حامد طالب يتحدث مع محمد سلمان، حكم المباراة يتحدث مع حكم الفار، وحكم الفار يقرب الصورة ويناظر الصورة وينتظر كذلك أن تكون الصورة مكتملة أمامه لكي يعطي القرار. سيعود للفار، سيعود للفار. هل فيها ركلة جزاء أو لا؟ هنا المدافع محمد مصطفى ربما هو واثق من نفسه بأنه لن يرتكب خطأ وكانت الكرة طبيعية، ولكن اللاعب أيمن الصفاقسي لا، يقول لك فيها تداخل. واعتقد كذلك أيمن الصفاقسي واثق من نفسه بأن هذه ركلة جزاء، وحكم المباراة احتسب ركلة جزاء، ويبقى القرار الآن بعد العودة للفار. هذه اللقطة أمامك حامد يا كابتن حامد طالب، هذه اللقطة أمامك، وهذه من زاوية ثانية. شاهد اللقطة الآن من زاوية ثانية، شاهدت اللقطة من الزاوية الأولى، الآن من الزاوية الثانية، وهذه الزاوية الثالثة، ولديك القرار ولديك أنت بكل تأكيد. يعني أنت صاحب القرار، عليك أن تأخذ الوقت الكافي لاحتساب القرار الصائب حتى لا يظلم أحد الفريقين، حتى لا يظلم أحد الفريقين باحتساب ركلة جزاء أو لا، باحتساب ركلة جزاء أو لا. لا نريد أن يظلم الكرخ باحتساب ركلة جزاء، ولا نريد أن يظلم فريق ديالة بعدم احتساب ركلة جزاء. أنت تتخذ القرار الصائب، لديك الوقت الكافي، خليك مع أكثر من زاوية. أنا عن نفسي والله جالس وأعلق وأشاهد، وأمامي شاشة ممتلئة بكل الحالات، وكذلك أنت، فخذ الوقت الكافي،
خذ الوقت الكافي، كل هذا الوقت سيحتسب كوقت مضاف، ولكن الأهم هو اتخاذ القرار الصائب يا حامد طالب. والآن لديك القرار، وماذا لديك من قرار؟ لديك القرار، وماذا لديك من قرار؟ يتراجع ليناظر مرة أخرى، ليتابع مرة أخرى، ليتأكد مرة أخرى هل فيها أو لا، هل فيها. ولكن هي الجملة حلوة، اي والله اللعبة حلوة كانت، اللمسة من باهامة، وبعد ذلك الكرة العرضية الممتازة من مقتدى حسن اللي وصلت لأيمن الصفاقسي. وهنا أيمن الصفاقسي السقوط داخل منطقة الجزاء. هنا حكم المباراة احتسب ركلة جزاء، ولكن حكام الفار محمد سلمان يستدعي حكم المباراة ليناظر اللقطة، ليتابع اللقطة، وهنا يقرب اللقطة. وهنا ماذا لديك من قرار حامد طالب؟ تستكمل المباراة أو ركلة جزاء؟ إذا ما فيها، يقول له خلاص ما فيها ركلة جزاء. هنا يتنفس السعداء محمد مصطفى اللي كان واثق من نفسه وقال بأني لم أرتكب خطأ، ولكن حكم المباراة احتسب ركلة جزاء، وبعد العودة للفار ألغى ركلة الجزاء، ألغى ركلة الجزاء. أحمد عبد، طيب أنت ليش مو براضي؟ هذه الألماني أحمد عبد الجبار، طيب أنت ليش مو براضي؟ يعني ركلة الجزاء لم تحتسب على فريقك، شكلك مو براضي. على كل حال أحمد عبد الجبار واحد من الأسماء الكبيرة في وسط الملعب، لاعب المهاري، صانع الألعاب، لاعب المنتخبات الوطنية العراقية، وبالتالي واحد من أفضل الأسماء بكرة القدم العراقية في الدوري ومع المنتخبات. تحية للكابتن أحمد عبد الجبار مدرب فريق الكرخ. بالمناسبة وحتى كمدرب يعني والله تشاهد لديه لمسات تدريبية واضحة، تشاهد لديه لمسات تدريبية واضحة. ممتاز هذا الرجل، ممتاز. نفرح كثيرا عندما نشاهد مدربين والأسماء المدربين العراقيين عندما تكون لهم بصمات واضحة ولمسات واضحة على الأندية، بتطوير الأندية، بنتائج مميزة. والله شيء مفرح لنا كعراقيين. عندما نفرح باللاعب العراقي نفرح بالمدرب العراقي، وهذا الأمر لا نختلف عليه تماما. كرة ملعوبة الآن لمصلحة فريق ديالى الذي قدم كذلك واجتهد وحاول، ولكن المباراة لغاية الآن وبفارق هدفين تقدم لفريق الكرخ. كرخ قدم مباراة يعني هي لكلا الفريقان. شوف فريق ديالى يعتمد على الكرات المرتدة، وفريق الكرخ الفريق الذي يستحوذ على الكرة، ودام تشاهد يحاول ويتقدم لغاية الآن ب3 أهداف مقابل هدف واحد. كرة ملعوبة لأنس مالك، ولكن هي المباراة بصورة عامة المباراة مفتوحة. تسديدة من مسافة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. أوباري الخطير المشاكس كولينز الغاني سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى الكابتن القائد عمر نوري، الدقيقة 83، تقدم للكرخ ب3 أهداف مقابل هدف واحد. كرخ في بغداد، أتحدث عن الكرخ في بغداد إلى الآن أمام فرق المحافظات فقط، أمام فرق المحافظات فقط. خاض 4 مباريات، فوز وخسارتين وتعادل. فاز على كربلاء في بغداد ب2 مقابل هدف واحد، وخسر من نفط ميسان في بغداد 2-0، خسر من أربيل في بغداد 4-2، تعادل أمام نادي القاسم في بغداد بدون أهداف. ولكن الكرخ بالمناسبة
هذا الموسم فريق الكرخ خارج العاصمة بغداد اعتقد بانه نتائجه افضل. فاز على دهوك 3-1 وفاز على القرمة 1-0 على دهوك في ملعب دهوك وعلى القرمة في ملعب الرمادي، وفاز على النجف 1-0 في ملعب النجف. كرة ملعوبة الآن، يعني لديه 3 انتصارات على فرق المحافظات وفي ملعب المنافس. هذا أمر ممتاز عندما تكون خارج العاصمة بغداد تواجه دهوك في دهوك وتحقق الانتصار، أمر رائع. تكون في ملعب الرمادي أمام القرمة وتحقق الانتصار، أمر ممتاز. تكون في ملعب النجف وفي النجف الأشرف وتحقق الانتصار كذلك، هذا أمر ممتاز. إذا نتائج الكرخ خارج العاصمة بغداد أفضل. تغيير الآن، دخول على ما أعتقد علي السجاد صباح يشارك الآن. تغيير للمدرب يامن الزلفاني، خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن إبعاد من المدافعين. الكرة إلى رمية تماس، هذا أيمن الصفاقسي، كرة وصلت لعلي السجاد. علي السجاد بديلا لأنس مالك. علي السجاد صباح، ضربة رأسية الآن لياندرسون، كرة مقطوعة. علي السجاد عودة من إيفانز، وسام محمد بكرة ملعوبة الآن، إبعاد بشكل مباشر. هذه كرة لباهاما، خروج لمحمد شاكر، والكرة اصطدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. تحسب لحارس المرمى أنه حاول وخرج وتوقيته كان مناسب وانطلاقه كانت سريعة، ومن ثم أبعد الكرة، اصطدت بباهاما وتحولت إلى ركلة مرمى. خروج موفق كان لحارس المرمى. علي قاسم الآن بديلا لحسن خالد. علي قاسم يشارك بديلا لحسن خالد. تغيير للمدرب أحمد عبد الجبار. كرة ترسل عالية، 4 دقائق على نهاية المباراة عدا الوقت المضاف، بينما الكرة الآن لباهاما يحاول عودة إلى الخلف. علي السجاد في الوسط، كرة ملعوبة الآن جهة اليسار، صديق جمال لباهاما، محاولة مستمرة، عودة إلى الخلف محمد خالد جفال، والكرة وصلت لمحمد شاكر. آخر لقاءات الفريقين موسم 2010-2011، فوز الكرخ بهدف مقابل لا شيء لحيدر عبد الرزاق رحمة الله عليه. الراحل حيدر عبد الرزاق في يومه هو من سجل الهدف الوحيد للكرخ على حساب فريق ذيالة بموسم 2010-2011. وفي المرحلة الثانية فوز الكرخ ب3 أهداف مقابل هدف واحد، في يومه سجل مهند عبد الرحيم وعلي صبري وياسر يحيى علوان. ياسر يحيى ابن المدرب القدير يحيى علوان في يومها سجل هدف من الأهداف الثلاثة في المرحلة الثانية بموسم 2010-2011. ولكنني كما ذكرت آخر فوز لديالة على الكرخ موسم 2004-2005 بهدفين مقابل هدف واحد. علي عبد الله وإياد إبراهيم من سجلوا لفريق ديالة، والهدف الوحيد كان لفريق الكرخ في يومها
أحمد حسن. كرة فيها عودة، تمرير الكرة للأمام، عالية الكرة، أوباري إبعاد للكرة وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب، إلى تماس أوباري، محاولة مستمرة إلى خارج أرضية الملعب. يامن الزرفاني تنفس الصعداء في المباراة الماضية وفي هذه المباراة عندما تقدم فريق ديالا، ولكن بعد ذلك انقلبت الأمور وتفوق الكرخ ب3 أهداف مقابل هدف واحد. كرة وصلت لمحمد شاكر من خلال اللقطة الماضية. هنا محمد مصطفى أحد البدلاء، بينما هنا بنيامين أكور هدفين في هذه المباراة، أول أهدافه مع الكرخ بعد الانتقال من فريق دياله لفريق الكرخ، وسادس أهدافه هذا الموسم، 4 مع دياله وهدفين الآن مع فريق الكرخ. أوباري هدفين هذا الموسم مع فريق دياله. رمي التماس مقتدى، هنا علي صادق منضم حديثا كذلك مع فريق الكرخ، لاعب فريق الزوراء. الزوراء في مباراة مهمة في ديربي من ديربيات العاصمة بغداد عندما يواجه الشرطة. هنا الإعادة للكرة الماضية، أمامية الكرة عالية، بعد ذلك المتابعة صديق جمال يحاول الآن، علي قاسم أحد البدلاء، في الوسط الوقت المضاف نفس الوقت المضاف اللي شاهدناه في الشوط الأول، 8 دقائق. خروج لجماهير ديالا. أحمد عبد الجبار يريد أن تنتهي الأمور هكذا ونقاط ثمينة تضاف. ضربة حرة مباشرة الآن لفريق ديالا. كرات الثابتة هل يفعلها فريق ديالا ويقلص الفارق؟ ننتظر ونتابع. كرة ترسل للأمام ولكن فيها إبعاد بضربة رأسية. أمامية الكرة، متابعة باهامة، ومحمد شاكر يتصدى للكرة الماضية في المكان السليم. محمد شاكر يتصدى للكرة الفرنسي باهامة. شوف الكرة وشوف الإعادة، اللقطة الماضية على الطائر، سدد الكرة وعلى دفعتين. محمد شاكر يتصدى للكرة الخطيرة التي كانت لمصلحة ديالا. كرة تقليص الفارق، ضاعت الكرة. جاسم محمد الآن يشارك بديلا لبنيامين أكور. شوف فريق الكرخ من المركز 16
بهذه النتيجة يقفز للمركز الرابع عشر ويصل للنقطة رقم 22. بانتظار باقي نتائج مباريات هذه الجولة، والكرة وصلت لجاسم علي قاسم. تمرير الكرة، عودة إلى الخلف، وصلت لحارس المرمى محمد شاكر. علي قاسم، تبقى الصدارة لزاخو والزوراء ب35 نقطة. بالمركز الأول زاخو والثاني الزوراء. ثالث الشرطة مع مباراة مؤجلة 34 نقطة. طلبة مركز الرابع مع مباراة كذلك مؤجلة. لغاية الآن هو يخسر المباراة أمام نفط ميسان في ملعب ميسان. 33 نقطة للطلبة. خامس دهوك ب31 نقطة، والسادس القوة الجوية ب31 نقطة. كرة ملعوبة الآن، أمامية الكرة عالية، وبعد ذلك المتابعة للكرة. الجولة القادمة، الجولة الأولى من المرحلة الثانية، الجولة 20 من دورينا، يعني سيبدأ المرحلة الثانية. بينما هنا ديالا والتسديدة عن طريق أوباري، والكرة مقطوعة. مرتدة الآن كريست، علي صادق. سيبدأ المرحلة الثانية. فريق ديالا تحدث عن مباراة كذلك مهمة ستكون أمام الطلبة. سيبدأ المرحلة الثانية فريق ديالا بمواجهة الطلبة، بينما الكرخ سيبدأ المرحلة الثانية باستضافة لفريق نفط البصرة. باقي المباريات للجولة القادمة، جولة رقم 20 بداية المرحلة الثانية، القرمة والقوة الجوية، نوروز والزوراء، أربيل وزاخو، القاسم ودهوك، الحدود والميناء، النفط والنجف، كربلاء ونفط ميسان، الشرطة والكهرباء، مع مباريات الطلبة ودياله والكرخ ونفط البصرة. هذه مباريات الجولة القادمة وبداية المرحلة الثانية، جولة رقم 20. رمية تماس لياندرسون على التنفيذ الآن. جاسم محمد، صافرة وخطأ لصديق جمال، خطأ وركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق ديالا. خلاص الأمور أعتقد انتهت، وخسارة جديدة لفريق ديالا بعد ما كانت له الكلمة في الجولة 18 بالفوز على نفط ميسان. يخفق مرة أخرى ويصل الخسارة 12 هذه المرة في الجولة 19 أمام فريق الكرخ هنا في العاصمة الحبيبة بغداد. أوباري بالمناسبة الكرخ يعني بعد سلسلة من النتائج الغير جيدة في الجولات 8 و9 و10 والجولة 11 و12 و13 و14، 7 جولات لم يحقق فوز. تحدث عن خسر من النفط، تعادل أمام الكهرباء، خسر من الطلبة، خسر من الشرطة، خسر من زاخو، تعادل أمام القاسم، خسر من نوروز، وخسر من أربيل بالأربعة. ثم بعد 8 جولات حقق الفوز في الجولة 16 على القرمة بهدف مقابل لا شيء في ملعب الرمادي. مر كذلك بظروف ونتائج غير مرضية
بالنسبة لفريق الكرخ. أتحدث من الجولة الثامنة وصولا للجولة الرابعة عشر. بعدها يستعيد نفسه ويقدم نفسه بأفضل صورة. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، مقتدى حسن ولدينا هذا كايو، ركلة ركنية. ركنية الآن. محمد خالد جفان، تنفذ الكرة ومحمد شاكر، إبعاد ممتاز للكرة من خلال اللقطة الماضية ومع كرة محمد شاكر. إذن أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة لتعلن عن نهاية المباراة بفوز فريق الكرخ ب3 أهداف مقابل هدف واحد لفريق ديالا. مبروك للكرخ الكناري وهاردك للبرتقالي ديالا وجماهير ديالا. كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.